النهاردة هنعمل مع بعض كيكة برتقان في الخلاط بطريقة سهلة جدا، هتطلع معاكم هشة ومرتفعة. هنعملها بمقادير موجودة في كل بيت، اقتصادية جدا وطريقة سهلة جدا ومقادير مظبوطة 100%. هتطلع الكيكة معاكي هشة وطرية بتدوب في البق دوبان، واراهنك ان هي هتخلص على طول. قبل ما ندخل الفيديو حابة اطلب منكم انكم تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نسمي الله ونبدأ الفيديو. في شفشق الخلاط هنزل ب3 بيضات ويكونوا بدرجة حرارة الغرفة، وهنزل كمان عليها بباكت من الفانيليا ومعلقة كبيرة من الخل، ونزلت عليهم بكوباية وربع من السكر. هنضرب كل المكونات دي الاول كده لمدة دقيقتين لغاية لونها ما يبقى فاتح بالشكل دوت. بعد كده هضيف لها كوباية الا ربع من الزيت وهديها ضربة بالشكل دوت كده. بعد كده هنحتاج بشر برتقانة كبيرة، اهم حاجة ان انتوا تبشروا اللون الاصفر بس ما توصلوش للون الابيض خالص، لان اللون الابيض ده لو دخل في الكيكة هيعمل مرارة. بعد كده هنحتاج كوباية معيارية اللي هي 250 ملي من عصير البرتقان. انا عصرت بالظبط برتقانتين كبار عملولي بالظبط 250 ملي. هنحطها في الخلاط وبعد كده هنرجع نضرب تاني لمدة دقيقتين او 3 لحد لونها ما يبقى فاتح تماما، وده اللي هيفرق معانا في الكيكة ويخلي لونها فاتح وجميل. نحضر المكونات الجافة. معايا كوبايتين ونص من الدقيق متعدد الاستخدامات، ضفت عليهم معلقتين كبار من النشا وباكت من الكيك شيف وذرة صغيرة من الملح. بعد كده هديهم تقليبة عشان اتأكد ان البيكنج باودر اختلط كويس. ننزل بقى بالمكونات السايلة اللي احنا ضربناها في الخلاط على المكونات الجافة ونرجع نقلب تاني. واحنا بنقلب نقلب براحة عشان ما نخرجش الهوا منها، واول ما نلاقي ان دي اختفى نوقف تقليب تماما. ده القوام اللي انا عاوزاه، ولو لقيتها خفيفة هزود لها معلقتين دقيق، ولو لقيتيها ان هي تقيلة هزود لها معلقتين لبن. هنقلب كده بالسباتيلا من فوق لتحت عشان اتأكد ان مفيش دقيق خالص. في صينية مدهونة زيت وعفرتها بالدقيق، وبعد كده نزلت بالخليط كله في الصينية. الصينية دي مقاس 24. هنخبطها كده خبطتين على الرخامة عشان نخرج اي فقاقيع موجودة جوه الكيكة بتعمل فجوات جوه الكيكة. هندخلها الفرن متسخن قبلها ب10 دقايق على درجة حرارة 180 على رف اوسط. اخدت معايا في الفرن 45 دقيقة. ودي الكيكة بعد ما طلعتها من الفرن ما شاء الله ريحتها قلب الدنيا ما شاء الله، هشة وخفيفة جدا. سبتها بقى تبرد شوية، بعد كده هبدأ ان انا اقطعها. ما شاء الله الكيكة معايا اسفنجية، شايفين ما شاء الله عالية ازاي واسفنجية. ما شاء الله الكيكة طرية معايا مش ناشفة. ما شاء الله الكيكة حلوة قوي، وعايزة اقولك ريحتها قلب البيت. طبعا كيكة البرتقال من الكيكات اللي احنا بنحبها كلنا، طريقتها سهلة جدا واقتصادية ومقادير موجودة في كل بيت. ما شاء الله الكيكة عالي معايا، مش مطلعش هابط ولا حاجة. الطريقة دي طريقة ناجحة 100% ومكونات مظبوطة. هنفطر بيها الصبح مع كوباية شاي بحليب، بجد طعمها حلو قوي. ياريت تجربيها وتقوليلي رأيك ايه في الكومنتات، ولايك وشير لو عجبك الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.